السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد قرب وهنبتدي بقى نعمل مخبوزات العيد. اول حاجة النهاردة هنعملها في مخبوزات العيد هي الفايش الصعيدي. احنا عندنا هنا في اسوان اول حاجة بنبتدي بيها هي الفايش. ماما النهاردة هتعمل لكم بقى الفايش الصعيدي اللي على اصوله من الالف للياء، من اول الخميرة لحد ما يستوي ويطلع معاكي زي القمر ده. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. يلا بقى لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. نعمل لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اهم حاجه بقى في الفايش الصعيدي هي الخميره. هنخمر النهارده او ماما هتخمر النهارده بالسمسم. عندنا 3 معالق كبار من السمسم، بس ما يكونش سمسم محمص. وكمان عندنا برطمانه نزلت بقى بالسمسم في البرطمانه، وبعد كده هتنزل عليهم بكوبايه من الحليب، بس الحليب يبقى سخن. تمام. خلاص كده نزلت بكوبايه الحليب، وبعد كده هتقلبها تقليبه كده وهتغطي البرطمان. نغطي البرطمانه بقى ونحطها في مكان دافي. اهم حاجه يكون مكان دافي ونغطيها كويس عشان تختمر معانا. يعني بتاخد حوالي 10 ساعات، ده ايه لما يكون الجو ايه حر شويه. اما الجو لو كان برد ممكن تاخد معاكي ايه يوم ونص. تمام. هنسيبها كده ونغطيها في مكان دافي لحد ما تختمر. بعد 10 ساعات بقى كانت الخميره بتاعتي اللهم بارك اختمرت. هنعرفها اختمرت ازاي؟ اول ما السمسم بقى يعزل من الحليب. السمسم بيبقى على وش البرطمان والحليب بيبقى من تحت كده، الخميره بتاعتي اختمرت. تمام. عندنا هنا كوبايتين من الميه الدافيه. ماما نزلت عليهم كده بمعلقه كبيره من الكربونات اللي هو البيكنج صودا. تمام. دوبتهم كويس كده مع بعض، وبعد كده نزلنا عليهم بكيلو من الدقيق. تمام. نزلنا بالدقيق كله كده، وبعد كده ايه هننزل بايه بالخميره اللي احنا خمرناها في الاول اللي هي بتاعت الحليب والسمسم. خلاص كده يا ماما قلبت كله كده مع بعض، وهتبتدي تضيف حبه حبه كده من الميه الدافيه وتقلب لحد ما توصل ايه للسمك بتاعها، ان هو بيبقى ايه يعني اسمك شويه من عجينه الزلابيه. دي بقى اسمها الخميره الكبيره اللي هنعجن عليها الفاش. الخميره الاولى اللي احنا عملناها دي خميره السمسم، وهي دي اللي بتاخد 10 ساعات، دي مش بتاخد وقت. خلاص كده السمك بتاعها مظبوط، هنغطيها ونسيبها لحد ما تختمر. هنا بقى عندي ربع معلقه من الملح، وهنزل عليهم بكوبايه وربع من السكر الحبيبات، وكمان هاخد حوالي ربع كوبايه من السمسم المحمص. السمسم في العجن يبقى محمص، في الخميره يبقى مش محمص. كمان عندي 3 معالق كبار من الكركم. تقدري تقللي تقدري تزودي زي ما تحبي. بعد كده بقى هننزل بكيلو من الحليب، وهننزل كمان بكوبايه من السمنه. وماما بقى ابتدت تدوب السكر مع الحليب مع السمنه، يعني تخلط المكونات كلها كده مع بعض. خلاص هنا ماما دوبت السكر كويس كده زي الفل، وبعد كده هننزل ايه بالدقيق. بعد ما نزلنا بالدقيق هننزل عليه ايه بالخميره الكبيره اللي احنا عملناها مع بعض. دي مش بتاخد وقت خالص في التخمير، يعني ساعه وتكون خمرت. مش زي الخميره اللي احنا عملناها في الاول اللي هي بالسمسم اللي هي بتاخد 12 ساعه و10 ساعات. لا دي ساعه وتختمر وتبقى زي الفل. ابتدت بقى ماما تعجن، ربنا يديها الصحه والعافيه، اهو زي ما انتم شايفين. فضلت بقى تعجن فيه كده لحد ما الدقيق اتشرب المواد السائله كلها والدقيق اختفى تماما. بعد كده نزلت بكوبايه من السمنه، وفضلت برضو تشرب السمنه مع العجين كويس زي ما احنا شايفين اهو. خلاص زي الفل كده. وفضلت تعجن فيه لحد ما ايه تشرب المواد السائله كلها وتشرب السمنه، وحطت كوبايه تانية من السمنه. هتقول السمنه كتير، الفاش الصعيدي بيحب السمنه الكتير. بعد ماما ما خلصت عجن كده، جابت معلقه من السمنه ودهنت بيها وش ايه العجينه من فوق، وغطيتها عشان وشها ما ينشفش، ومش هنسيبها تختمر، يعني هنشكل على طول. عندنا مكنه البسكوت ده، وعندنا القمع ده مخصص للفاش. وابتديت ان انا بقى ايه اقطع او اشكل الفاش زي ما انتم شايفين. طب اللي ما عندهوش ايه القمع ده او المكنه، لان في ناس كتير مش متوفر عندها المكنه ولا القمع، تقدري بقى تشكلي بايدك زي ما انا هوريكم هنا. اخدت قطعه كده من العجينه وابتديت ان انا اعملها صباع كده زي صباع الكفته. بس اهم حاجه ندهن ايدينا سمنه كويس عشان الفاش بتاعي يبقى محمص ويبقى مقرمش. تمام اهو. صباع بقى عايزاه كبير عايزاه صغير، انت اللي هتتحكمي في ده على حسب ما انت عايزه. انا حطيت العجينه تاني في المكنه عشان ايه هخلص الكميه ايه بالمكنه. ندهن ايدينا سمنه كويس اهو زي العسل. طبعا الصاج اللي احنا هنقطع فيه يكون مدهون سمنه كويس. تمام. وبعد كده ما خلصت او مليت الصاج كله، هبتدي انزل كده بثلاث اربع معالق من السمنه كده على وش الفاش من فوق، عشان ايه اول ما يستوي ما يلزقش في بعض. تمام. نخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. خلصنا بقى تقطيع الفاش كله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. هنسيبه بقى في مكان دافي كده لحد ما يختمر. خلاص بقى هنا ما شاء الله الفاش بتاعي اختمر اهو. ملا الصاجات كلها ما شاء الله زي العسل. نيجي بقى للتسويه. مشغله الفرن بقى، مسخناه تسخينه كويسه، مشغله فوق وتحت، وحطيت الصاجات بتاعتي. هي دي ايه الفرن اللي احنا بنسوي فيها ايه الفايش.
تمام. هي دي الفرن اللي احنا بنخبز فيها. اول 10 دقايق على نار عاليه، وبعد كده هدي النار لمتوسطه لحد ما يستوي. تمام. هنا هديت النار بقى لحد ما يستوي وياخد لون ذهبي بسيط من فوق. خلاص بقى الفايش بتاعي استوى، اخدت الصاج كده وقلبته على صينيه مفروشه ورق جرايد. يعني الفايش يستوي ما نخلوش في الصاج على طول، نطلعه من الفرن على الصينيه على طول. تمام. اهو زي ما انتم شايفين لونه تحفه ما شاء الله وزي العسل. شايفين شكله ازاي؟ تحفه. بعد بقى ما خلصنا التسويه كلها كده، ابتديت ان انا كل 2 3 ماسكين مع بعض افلتهم مع بعض، هيتفلتوا معاكي بكل سهوله. لان طبعا احنا دهنين ايدينا سمنه كويس، وبعد ما خلصنا تقطيع رشينا من فوق كده على وش الفايش من فوق كده سمنه، هتحسيه بقى بيتفلت معاكي بسهوله. شايفين شكله ازاي؟ عسل بقسماط يا اخواتي، تحفه ما شاء الله. خلاص كده بعد ما خلصنا ان احنا فلتناه من بعض، نجيب بقى الصاجات اللي احنا سوينا فيها الفايش، مش هندهنها اي ماده دهنيه، هنبتدي نحط فيها او نرص فيها الفايش عشان نحمصه في الفرن. تمام. شغلت بقى الفرن من فوق ومن تحت، وحطيت فيها الصاجات بتاعت الفايش عشان يتحمصوا بقى وياخدوا لون ذهبي من فوق ومن تحت. حطيت صاجين من فوق وصاجين من تحت، وسبتهم لحد ما يتحمصوا وياخدوا لون ذهبي. انت عايزه بقى تغمقي، عايزه تفتحي زي ما تحبي. ابتديت ان انا اقلب هنا اي واحده كده ملهاش لسه مش متحمصه، ابتديت ان انا اقلبها واحطها تاني في الفرن. خلاص هنا طلعته من الفرن، لونه تحفه ما شاء الله زي العسل. خلصت بقى تحميص الفايش كله كده بنفس الطريقه. شايفين لونه ازاي ما شاء الله زي العسل. انت عايزه تغمقي عايزه تفتحي زي ما تحبي. تمام. ايه رايكم بقى في الفايش بتاعنا القمر ده؟ شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله تحفه جدا، واخد التسويه المظبوطه واللون كمان تحفه جدا ومقرمش وزي العسل. هتجربوه ان شاء الله ومش هتندموا ان انتوا جربتوه. بتمنى النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.